السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أكلات زمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بالصلصة الحمراء، ريحتها هتقلب لك الدنيا كلها وتوصل لآخر الشارع، وكمان سهلة جدا وبسيطة للبنات اللي لسه بتتعلم الطبخ والناس المغتربين اللي بتبقى عايزة أكل سهل وسريع. هيعملوها في أقل من 5 دقايق هتكون جاهزة معاهم. تعالوا نسمي الله، بس ما تنسيش لايك وكومنت حلو منك كده، وتعالوا نشوف المكرونة بالصلصة الحمراء هنعملها ازاي. اول حاجة هنسلق المكرونة. مية على النار ومعلقة من الملح، وحطيت معلقة من الزيت، ولحد ما المية تغلي كده هعمل صلصة الطماطم. اعملي كل حاجة في وقت واحد كده علشان كل حاجة تستوي مع بعضها وما تاخدش وقت منك. معلقة من الزيت كبيرة ومعلقة من الزيت. جبت بصلتين ضربتهم في الكبة ونزلت بيهم على السمنة والزيت بعد ما سخنوا. بشوح البصلاية لحد ما تصفر معايا. كانت المية غليت فحطيت المكرونة. انا عاملة كيلو من المكرونة، اي نوع مكرونة انتي بتحبيه. هسيب المكرونة تتسلق، وكانت البصلة اصفرت معايا، فحطيت معلقة من الصلصة وفصين توم كده مفرومين. شوحتهم كده مع البصلة لحد ما التومة كده تطلع ريحتها وتبدأ تصفر معايا. هحط التوابل من كل حاجة معلقة صغيرة. معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، الكزبرة الناشفة، وحطيت معلقة من البابريكا بتديها لون حلو جدا، وحطيت معلقة من السكر علشان الحموضة، وظبطت الملح. بشوح البهارات مع البصل والثوم والصلصة، طبعا بتديها ريحة حلوة جدا. وجبت كيلو من الطماطم ضربته في الخلاط وصفيته ونزلت بيه على البصل والصلصة. هسيبها بقى كده تتسبك. والمكرونة معايا استوت. لازم المكرونة يبقى فيها قطمة كده علشان تبقى طعمها حلو، ولسه هتستوي كمان في الصلصة فما تتهريش مننا. الصلصة باخد معلقتين كده من المية اللي بتاعت سليق المكرونة، بتدي قوام حلو جدا للمكرونة وكمان بتديها تست حلو. بسيبها تتسبك بقى، وباخد المكرونة اغسلها بالمية وبحطها في المصفى. بجيب معلقتين من الزيت وبحطهم على المكرونة. معلقتين الزيت دول بيخلوا المكرونة كده مفلفلة. لو قعدت 3 4 ساعات هتلاقيه الواحدة بوحدتها، وكمان ما تلاقيهاش لزقت في بعضها ولا اتعجنت كده. تمام. بسبتها بقى لحد ما الصلصة تتسبك معايا، وحطيتها في الحلة، وكانت كده التسبيكة اتسبكت معايا وريحتها تحفة. حطيت، شايفين التسبيكة ريحتها خطيرة، ريحة البهارات جميلة جدا جدا جدا. خدت التسبيكة ونزلت بيها على المكرونة، وقلبت المكرونة مع التسبيكة عشان كله كده ياخد من لون واحد، وبحطها على النار لمدة 3 4 دقايق علشان المكرونة تاخد من طعم التسبيكة والبصل والثوم، تاخد كده كله ياخد كده من طعم بعضه. شايفين؟ تحفة يا بنات، تحفة، ريحتها حلوة جدا. خدتها بقى كده وغرفتها، شايفين اللهم بارك مفلفلة ازاي، خطيرة. طبعا احنا علشان قبل رمضان فبنحاول كده ايه، كل يوم كده نعمل اكل بسيط علشان رمضان بقى داخل علينا. كل سنة وانتم طيبين. نستعد كده لأول يوم رمضان ونعمل الأكل الحلو كله. فأنا قليت بطاطس جنبها، وعملت طماطم قطعتها شرايح، وكان عندي مخلل، وأكلنا والحمد لله. وكده الفيديو خلص. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.